رمضان كريم حبايبي ومتابعي قناة ست البيت. وصفة ست البيت لليوم هي تشيكن ناجتس، ورح نعملهم بطريقة كتير طيبة وكتير صحية، ورح أقدم لكم إياهم بطريقتين. الطريقة الأولى رح تكون بالتغليف اللي رح يخليها كريسبي ومقرمشة، والطريقة الثانية رح تكون تشبه طريقة المطاعم. يلا نتابع مع بعض ونشوف التفاصيل. رح نبدأ وصفتنا بترتيب الخطوات لحتى نسهل علينا الشغل. أول مرحلة رح نطحن الكورن فليكس، وأنا استخدمت هيدا الكورن فليكس بدون سكر التقليدي الأوريجينال، وطحنته بالشكل اللي باين عندكم بالفيديو. ما بدي إياه ناعم كتير مثل الباودر لحتى يعطيني تغليف وقرشة حلوة. بعدها رح أحضر توابل الناجتس، واللي هن معلقتين كبار كورن فلور أو طحين الذرة تساعد إنه تتماسك عندي عجينة الدجاج، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة توم باودر، نص معلقة صغيرة بصل باودر، وربع معلقة بيكنج صودا أو كربونات الصوديوم، ونص معلقة سكر، ونص معلقة صغيرة زنجبيل باودر. وراح أحتاج لصحن صغير فيه مي باردة. الخطوة اللي بعدها رح أحط صدور الدجاج بمفرمة اللحم وأفرمهم لحتى يصيروا ناعمين، وضيف عليهم البهارات: الملح والثوم الباودر والبصل الباودر وكربونات الصوديوم، بابريكا والفلفل الأسود والزنجبيل، وآخر شي رح أضيف الكورن فلور. رح أضيف مكعبين من مكعبات مرق الدجاج الصحية اللي سبق ونزلتهم بقناتي، وراح أحط لكم رابط الحلقة بالديسكريبشن بوكس، وممكن تشوفوا فوق بالرابط اللي ظاهر على الشاشة. راح أرجع أشغل المفرمة لحتى تختلط معي البهارات والتوابل مع اللحم، وبنفس الوقت كمل فرم اللحم لحتى يصير عندي عجينة متماسكة. شايفين شكل العجينة؟ ممكن نشكل بدون قطاعات، وممكن نستخدم قطاعات لنعمل أشكال حلوة وخاصة للأطفال. أنا استخدمت الوردة والهلال والباترفلاي والنجمة والقلب. طبعا مثل ما شايفين أنا حاطة صحن صغير فيه مي باردة لما بحس إنه القطاعة بدها تلزق بالعجينة، أو إذا كنت بدي طلع القطع مجرد بحط شوية مي على إيدي وراح يصير الموضوع كتير أسهل. حتى لما بدنا نشكل العجينة بنبلل إيدينا بالمي، فما بتلزق عجينة الدجاج بإيدينا أبدا. مثل ما شايفين بيطلع الشكل كتير سهل وبطريقة حلوة، وأكيد فينا نظبطها قبل ما نحطها بالصينية. طبعا أنا حطيت جنبي صينية، حطيت عليها ورق زبدة، وبس خلص كل تشكيل قطع الناجتس راح أحطهم بالفريزر، لأنه ما بقدر أحط التغليف لحتى يصيروا متماسكين تماما. راح أحطهم ساعتين بالفريزر لحتى يجمدوا، وبرجع بظبط العجينة وبرجع بعمل أشكال لحتى تخلص كل الكمية. لبين ما يجمدوا عندي قطع الناجتس راح أحضر الخليط اللي راح أخلف فيه. راح أحط نص كوب طحين، ربع كوب كورن فلور، وربع معلقة بابريكا، وربع معلقة فلفل أسود، ورشة ملح، ورشة صغيرة كمون. راح أحط لهم ربع معلقة بيكنج باودر وربع معلقة كربونات الصوديوم. راح أطحن للتغليف توست فريش. راح أشيل وأقطع كل الحواف وحطه بالبلندر وأفرمه لحتى يصير ناعم.
يعني راح أحتاج 6 أو 7 قطع من التوست وافرمهم بالطريقة اللي باينة بالفيديو. وبالنسبة لخليط البيض راح أضيف فلفل أسود نص معلقة صغيرة ورشة ملح وربع كوب حليب، وراح أقلبهم مع بعض كتير منيح. وبالنسبة لخليط الكورن فليكس راح أضيف عليه التوست اللي قطعته بالبلندر، وبعدها راح أطلع الناجتس من الفريزر وحطهم بالطحين وبعدها بالبيض. طبعا أنا بفضل حطهم كلهم بالطحين بالأول، وبعد ما أحطهم بالطحين بحطهم بصحن البيض، وآخر شي بحطهم بالكورن فليكس مع التوست. وأكيد لما بدنا نعمل هالخطوات هاي يفضل إنه نكون حاطين نايلون تحت على الكاونتر أو ورق زبدة لحتى نحافظ على نظافة المطبخ أكتر. لحتى أعمل تغليف الكورن فليكس راح أضيف نفس المقدار من البقسماط والكورن فليكس والتوست اللي طحنته. وهيك هلأ الخطوة عندي سهلة، مجرد إني بعد ما كنت خلصت من تغليفهم بالطحين راح أطلعهم من البيض وفورا حطهم بتغليف الكورن فليكس مع التوست والبقسماط. بعد ما خلص بحطهم كمان بالفريزر لحتى تتماسك، وبحسن اقليهم أو حط عليهم بخة من الزيت وحطهم بالفرن بصيروا ناجتس بطريقة صحية كتير. وهلأ رح نعمل التغليف التاني اللي هو أشبه بالتغليف تاع ماكدونالدز. أحط نص كوب طحين مع ربع كوب كورن فلور، وضيف عليهم ربع معلقة من الثوم الباودر وربع معلقة من البصل الباودر، رشة ملح وربع معلقة بيكنج باودر مع ربع معلقة من كربونات الصوديوم، وربع معلقة بابريكا وربع معلقة فلفل أسود. بعدها رح ضيفلهم بيضة وثلاث أرباع كوب من الماء، بس رح أضيفه بالتدريج لحتى أشوف سماكة العجينة. بدي إياها عجينة سائلة، مجرد إني رح أحط فيهم الناجت وفورا أضيفهم على المقلاية، يعني ما بينفع أبدا أفرزهم مرة تانية. هلا رح أطلعهم من الفريزر وأحطهم بهذا الخليط اللي هي عجينة سائلة وفورا أقليهم. طبعا أنا ضفت كمية من المي، لقيت إنه العجينة لسه بعدها قوامها سميك، لذلك كملت وضفت كمان من المي. وبعد ما خلطت المقادير منيح استخدمت هالخفاقة الكهربائية لأتأكد إنه ما عندي أي تكتلات بالعجينة السائلة، لأنه رح يكون منظر الناجتس مو حلو إذا موجود أي كتل بالعجينة أو بهذا الصوص اللي رح نحطهم فيه. لذلك يا إما تستخدموا الخلاط الكهربائي أو بتكتفوا بهاي الخفاقة وتخلطوهم منيح لحتى يدوب عندي الطحين وتختلط كل المقادير تماما مع بعض، وما يكون عندي أي تكتلات صغيرة من الطحين والكورن فلور. لازم يدوبوا تماما بالشكل اللي باين عندكم بالفيديو. وهلأ بطلع الناجتس من الفريزر وفورا راح أحطهم بالخليط وطلعهم فورا على المقلاية. وهلأ راح أعمل قدامكم بس كم وحدة وبعدها راح أقليهم بس مشان التصوير. بس انتي رأسا بتحطيهم من الخليط، يعني تكون المقلاية جنبك تحطيهم بالخليط وفورا تعملي هيك تنزلي الزوائد وفورا على المقلاية. ومثل ما شايفين بعد ما بحطهم بالمقلاية بحاول اني حرك المقلاية من شوي حتى ما يلزقوا ببعض، وبعدها بتركهم لحتى ياخدوا اللون الذهبي. مع هالوصفة راح تاخدوا أطيب ناجتس ممكن تاكلوها، أطيب بكتير من الجاهز واللي موجودة بالأسواق. وممكن الطريقة الأولى تعملوها بالفرن وتاخدوا ناجتس كتير صحيين. وللتقديم ممكن نستعمل باربيكيو صوص، كاتشب
أو صلصة ست البيت اللي عبارة عن ربع معلقة من الماسترد ومعلقتين مايونيز ومعلقتين كاتشب. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا اللايك وشيروا الفيديو لكل أحبابكم، واشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. صيام مقبول وفطار شهي ورمضان كريم.